مول الحوت عنده الحوت غليظ وكبير، كيخلي القنفذ ديالي كيسيل. السلام عليكم متتبعينا الكرام، ومرحبا معايا القصة حتى الأخير باش تعرفوا 30 سنة. واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. المهم نبدا لكم قصتي. أنا البنت الوحيدة عند والديا، ووالديا ناس لاباس عليهم، والصراحة والديا ربوني أحسن تربية، وكانوا مهلين فيا وما مخصوصة من حتى شي حاجة. كل شي كان موفر عندي. المهم كبرت وقريت وشديت الباك ديالي الحمد لله، ودخلت للجامعة كنقرا. وهنا تعرفت على واحد الولد، حتى هو كان كيقرا نفس التخصص اللي كنقراه انا، يعني كنا كنقراو مع بعضياتنا. المهم هاد الولد بغيتو وتعلقت به بزاف، وحتى هو كان كيقول لي بلي كيبريني وكيحماق عليا وباغي يتزوج بيا. والصراحة علاقتي معاه كانت مزيونة بزاف. المهم هاد السيد من بعد عام خاطب بنت خالته وقريب غادي يتزوج بيها. والصراحة أنا ملي عرفت الحقيقة تصدمت، وعرفت باللي هو كان غير كيدوز بيا الوقت وصافي، وباللي أنا ما كنت كنعني ليه والو. والصراحة هاد الموضوع صدمني لدرجة ما بقيتش قادرة نركز في قرايتي، وتراجعت بزاف. والصراحة ما بقيتش قادرة حتى نمشي للجامعة، حيت كنت كنقول كلشي كيضحك عليا، حيت صحاباتي كلهم كانوا كيعرفوا، وهاد الشي هذا عقدني لدرجة خرجت من قرايتي وما بغيتش نكمل فيها. المهم بقيت جالسة غير في الدار، قلت نرتاح ونرتب الأفكار ديالي، ومن بعد فاش نرتاح نشوف نعمل شي دبلوم ولا نكمل قرايتي. ولكن للأسف بابا في هاد المدة كان مرض وتوفى، وزاد الحزن ديالي وزادت الصدمة ديالي، ونفسيتي زادت أزمات كتر وكتر. المهم من بعد مدة 6 شهور للموت ديال بابا، تعرفت على واحد السيد في الفيسبوك، وبقيت كنهضر انا وياه غير في التليفون. وواحد المدة تقريبا شي 3 شهور وانا وياه كنهضرو، وهضرة كتجبد هضرة. والصراحة انا واحد الانسانة اللي في قلبي على لساني، عاودتلو كلشي على حياتي وما حبات عليه حتى شي حاجة. والصراحة السيد تقبلني وقال لي بلي باغي يتزوج بيا وما كرهش يجي يخطبني في اقرب وقت، ولكن هو ما حتامش وبقى كيكمل قرايته. وهنا انا قلت له ماشي مشكل، انا عندي رزقي. بابا قبل ما يموت خلالي دار مكتوبه في اسمي وخلالي فلوس في البنك، نبداو حياتنا وان شاء الله الامور ديالنا غادي تيسر. وهنا السيد فاش سمع بلي انا عندي رزقي زرب عليا وجا خطبني. وفي ديك الساعه انا كنت في عمري 21 وهو كان في عمره 25. الصراحة السيد كان باقي صغير وبروهش، وما عرفت هاد الشي حتى تزوجت بيه وولدت معاه بنت. عاد عرفت السيد تزوجني غير على الطمع صافي. المهم تزوجت بديك السيد وسكنت في داري اللي خلالي بابا، وعشت معاه شهر بلا صداع بلا مشاكل. كنت فرحانة معاه. ومن بعد داك الشهر تقول حسيتي راجل وحطيتي راجل آخر. المهم الراجل اللي تزوجت به كان كيسحب لي كيبغيني، ولكن من مورا زواجنا اكتشفت باللي هو خارج وكيسهر مع صحابه وكيسكر معاهم. والصراحة انا كنت ديما كنواجهه وكنقول له شنو هادشي اللي كتعمل، واش هذه هي الحياة اللي غادي نعيش فيها انا وياك؟ وهنا كان كيبقى يحلف لي ويقول لي لا ما كاين والو، هادوك غير صحابي وصافي. كنشط معاهم برا مرة باش ننسى هاد المشاكل اللي عندي، وان شاء الله غادي نتبدل غير تكفية. والصراحة ما عرفتش علاش كنت كنثق فيه وكنصبر وكنقول دابا يتبدل، ولكن والو، السيد نهار على نهار كيزيد فيه. المهم بقيت صابرة وولدت معاه بنت عندها دابا 4 سنين، وراجلي كاع متبدل لدرجة ولا كيجيب معاه صحابو للدار كيسهروا كينشطوا. المهم ما نكذبش عليكم، انا شحال من مره جريت عليه وقلت لي طلقني، ولكن هو ديما كان كيبقى يبكي ويطلب ويرغب فيا باش نسمح ليه، وكيقول لي بلي هو غادي يتبدل، والا مشيت حتى ديت بنتي وطلقته ما غاديش يقدر يعيش بلا بينا. وما عرفتش علاش كنت كنثق فيه وفي كلامه وكنت كنسمح ليه، وكان كيتبدل سيمانه ومن بعد
كيرجع لعادته القديمة. المهم أنا كنت ديما كنمشي وكنتقدم لعند واحد مول الحوت، كنت كنتقدا غير من عندو، وفاش تنبغي الحوت طري وليديت كنت كنمشي لعندو وكنجيبو. والصراحة هاد مول الحوت كان شاباك صغير ومزيون وبوكوس، الصراحة كان عاطي للعين بزاف، وحتى أنا كنت مزونة. المهم هاد مول الحوت فاش كنت كنمشي نتقدم من عندو كان كيبقى يدي ويجيب معايا في الهضرة، وأنا عملت راسي زعما حشمت وبقيت غير كنضحك، وقلت له عافاك عطيني الحوت باغا نمشي نوجد الغدا. وفعلا السيد عطاني الحوت وبغاش يتخلص من عندي، وعطاني النمرة ديال التليفون ديالو وقال لي صوني عليا بغيت نهضر معاك ضروري. المهم مشيت للدار وصونيت عليه في التليفون ودخلت معاه نهشم في الموضوع. مول الحوت عنده الحوت غليظ وكبير كيخلي القنفذ ديالك